السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا بالبسكوت، سهله وبسيطه جدا. هنعمل الاول المكونات بتاعه البودنج، هقول لكم المقادير بتاعتها. لتر من اللبن، نص كوبايه من الكاكاو، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من النشا، قطعه من الشوكولاته كده لما نخلص هنحطها عليه. هنعمل ايه؟ كله على البارد زي ما اتفقنا. نحط اللبن مع النشا، بنقلبهم على البارد وبعدين نرجع نرفعهم على النار علشان زي ما اتفقنا ما تعملش تكتلات. النشا وبعدين الكاكاو، خلاص. وهنقلب بقى تقليبه بسيطه كده وبعدين هنرجع على طول نرفعها على النار. ان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم جدا لما تجربوها، سهله وبسيطه جدا. هنقلبها بقى كده وهنفضل على طول نقلب فيها، يعني ما نشيلش ايدينا ونعمل اي حاجه ونشغل عنها علشان ما تبداش تكتل وتضايق. خلاص، هفضل بقى استمر في تقليبها وان شاء الله اول ما تبدا تلف هوريها لكم. زي ما انتم شايفين القوام بتاعها بقى حلو جدا. هنعمل فيها ايه بقى؟ هنيجي ونشوف البسكوت الاول هنكمله ازاي. ده القوام اللي انا عايزاه. اول ما بتبدا تلف كده على طول بنقفل عليها النار. هنجيب بقى البسكوت بتاعنا وهنبدا نحطه كده في البوله اللي احنا شغالين فيها، وهنقعد نكسره تكسير عشوائي كده، مش عايزين نفتته قوي كده. احنا كل ما نسيبه بالشكل ده كل ما يدينا على فكره نتيجه احسن. ما نضغطش عليه في التكسير اهو كده. بس هنجيب بقى البودنج اللي احنا عملناه مع بعض وهنبدا هديله بقى كده تقليبه بسيطه وبعدين هنحط على طول البودنج على البسكوت وهنقلبه كده مع بعض حلو ونشوف هيحتاج تاني ولا لا. هنحضر بقى قالب عندنا، اي قالب عندنا، وهنحط فيه استرتش برضو علشان نقدر نحط فيه الخليط بتاعنا. هنضغط عليها بقى كده ضغطه حلوه، نسويها بس في القالب كده. هنحاول بس نوزعها في القالب كله زي ما انتم شايفين كده، كله يبقى ايه نفس السمك. خلاص خلصنا. خلاص ضغطنا عليها حلو. هنركنها بقى شويه عشان نكمل الحاجات اللي احنا هنحطها عليه. البودنج بقى وهو سخن كده هنحط بقى قطعه الشوكولاته وهنقعد نقلب فيها شويه علشان ايه تسيح معانا. زي ما انتم شايفين طالما هو سخن هتسيح على طول الشوكولاته، اكننا عاملينها بالظبط على حمام بخار. اقلبها بس كده عشان ما تمسكش في القاع بتاع اهي. خلاص بدأت تدوب. هنعمل ايه؟ هنا بقى كريم شانتيه وهنا كوبايه من جوز الهند هنحطها معاها كده وهندوبهم مع بعض. هنقلب الخليط مع بعضه كده، تدي طعم حلو جدا. لما نيجي نعملها كمان ونحشي بيها الكيكات بتبقى حلوه قوي برضه. خلاص كده قلبنا الخليط كله. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب القالب بتاعنا، هنحط بقى الكريمه بتاعتنا كده وهنبدأ نوزعها. نوزعها بقى على القالب كله. طبعا كل واحد حسب الارتفاع اللي بيحبه. انا بحب الارتفاع مثلا معين، عايزاه عالي شويه، عايزاه سمكه ما يكونش كتير، خلاص. بس هي الارتفاع بتاعها كده اعتقد كويس. خلاص بقى كده خلصناها. وبعدين طبعا احنا عملنا الصوص بتاع الشوكولاته وحطينا له قطعه من الشوكولاته برده عشان تديله قوام. هنقلب بقى البودنج بتاعنا كويس وبعدين هنحط منه شويه برده كده. هنوزعها بس توزيعه بسيطه وبعدين خلاص هندخلها، نغطيها برده حلو وبعدين هندخلها التلاجة تجمد تماما. خلاص خلصناها. نحطها بقى في التلاجة، هنسيبها برضو، ممكن نسيبها
لغايه ما نحس ان هي بدات تتماسك، وبعدين نخرجها تاني. خلاص كده احنا بيتناها ليله بحالها في التلاجة. نشيل بس كده البلاستيك من عليها، برضو هنحاول نفرغ القالب بتاعنا. هنشيله بقى بس بالراحه كده، نحاول نشيله عشان بس ما نبهدلش الدنيا. خلاص زي ما انتم شايفين طلعت معانا بسهوله. هنبدا بقى نقطع فيها، هنقطعها بقى مع بعض، سهله وبسيطه جدا. ده بقى بسكوت مطحون. هناخد كده جزء من البسكوت اللي احنا اشتغلنا بيه، ممكن نعمل بيه برضو كده شكل حلو كده للبسكوت لو احنا حابين. مش حابين خلاص، لو عايزين نكسر المنظر بتاع الشوكولاتة اللي احنا عاملينها، ممكن نحط برضو جوز هند. ممكن نعمل اي حاجة بحيث ان احنا نكسر المنظر برضو. هنقطع بقى كمان قطعة كده برضو مع بعض عشان تشوفوها من جوه. ايه رأيكم بقى؟ حلوة. هنقطع برضو كده قطعة مع بعض صغيرة عشان نشوفها برضو حلوة قوي، جميلة. على فكرة وصفات البسكوت بتبقى دايما من الوصفات الحلوة السهلة اللي ممكن نعمل بيها ونتفنن في اشكال كتير جدا من الجاتوه. زي ما انتم شايفين سهلة وبسيطة. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بإذن الله، واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.